يا خرابي، ده مسك الازاز، الكوبايه الازاز وحدفها ما هماش انه يتكسر. تقوم هي إيه بقى كسرها. بس تفتكروا هي بتكسر الكوبايه الازاز ليه؟ تعالوا بقى نشوف وتابعوا الفيديو للاخر. مسكت هنا، احنا عارفين ده، عارفين مين اللي هو جوز الهند، القش بتاع جوز الهند. هي مسكت جوز الهند كده وعماله ايه تفتح فيها، وعماله تطلع منها الايه القشر بتاعها. عارفين اللي هي القشر بتاع الجوز الهند ده. طيب ماشي. والله انا دايما اقول ان اللي ربنا مديله نعمه، اللي هو نعمه ان هو يكون بيحب يعمل حاجه بايده، دي نعمه من عند ربنا كويسه قوي، حلوه قوي. ليه بقى؟ لان هي لو هي دقت بيها الدنيا خلاص هتستخدم الموهبه اللي ربنا اداها لها او الحاجه اللي بتعرف تعملها، وتشتغل بيها وتجيب منها ايه الفلوس، تمشي بيها ايه، تمشي بيها حياتها وكده. خلاص هي مسكت جوزة الهند فتتتها اهي، وهتاخد منها الايه القشر بتاعها. خلاص تعالوا واحده واحده كده نشوف هي هتعمل ايه. ودايما أنا بقول ربنا يقوي كل واحدة على بيتها وعلى عيالها وعلى شغلها. وخصوصا ان الستات بتبقى مش بتشتغل بره بس، لا ده اكيد بتشتغل في بيتها وتشتغل بره، تبقى ملزمة بكل حاجة، والعيال وترويق البيت ووصل كل حاجة بجانب شغلها بقى برضه بره. فاهمين؟ خلاص كده هي خدت جوزة الهند اهي وصنفرتها وطلعتها خالص. هتاخد ايه هتطلع اللي جواها. بصوا، يا ترى تستخدم بقى القشر بتاع جوزة الهند ولا جوزة الهند نفسها؟ ما نشوف برضو للاخر. ما هي اكيد هي كسرت الكوبايه كده، بقى ليها ايه حكمه هي تعملها، او بتبين انها تعمل حاجه. بس هتفتحها من النص، عماله ايه وراها عليه لحد ما تفتحها. ما ننساش نصلي ونسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ونحط اللايك. خلاص اهي. مم. خلاص هي طلعت قلبها وعماله صنفر فيها. بصوا، عملت حته كبيره عن حته تانية، عملتها ككوبايه. انتوا بصوا بقى، يعني خلاص ان الكوبايات الازاز بتتكسر، لا هي هتعمل منها زي كوبايه. بس ما اعتقدش انها هتبقى عمليه قوي، لو اعلم برضه عندهم بيستعملوها ولا لا. شايفين؟ طبعا احنا بنتفرج ونشوف هي بتعمل ايه، يعني ايه. لان النماذج دي موجودة حوالينا، موجودة في بلاد تانية اهو، فبناخد منها الثقافات او بنشوف هي بتعمل ايه، او الحاجات دي بتطلع منها ازاي. ممكن تبقى حاجة احنا بنمسكها ومش عارفين هي متصنعة ازاي، فاحنا بنعرفها بقى. بص، خدت بقى الايه القش اللي هي فتتته خالص، وبدأت ايه تزين بيه كده بالايه بالصمغ، وعملت ايد البلاستيك اهو. بقت ايه، بقت كوباية. ممكن. انتوا ايه رأيكم؟